السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن فنان من الزمن الجميل. هنتكلم عن الراقي يوسف فخر الدين. صلى على النبي وكل من النبي صلى عليه، ويلا نحكي الحكاية. اسمه يوسف محمد فخر الدين. اتولد سنة 1935. هو الأخ الأصغر للنجمة مريم فخر الدين. يوسف أبوه مهندس مصري وأمه مجرية، عشان كده هم واخدين هو ومريم الشكل الأوروبي والملامح الجميلة. هو كمان وهو شاب كان وسيم جدا، وده اللي فتح له الباب إنه يبقى ممثل واتشهر زي مريم بالظبط. من أشهر أعمال يوسف لصوص لكن ظرفاء، حماتي ملاك، وإحنا التلامذة، شمس لا تغيب، البنات والصيف، وغيره وغيره من الأعمال. الحقيقة إن يوسف فخر الدين رصيده الفني كبير جدا، مع إنه لو اتسألت حد من الجيل الجديد هتلاقي ناس كتير جدا ما تعرفوش، لكن هو إنتاجه الفني غزير جدا. اتجوز يوسف في شبابه من الممثلة نادية سيف الدين. نادية كان نصها لبناني ونصها مصري، كانت بتتمتع بجمال، واتجوزت يوسف عن حب بعد ما مثلوا مع بعض، ونشأ بينهم قصة حب كللت بالزواج. لكن للأسف في التوقيت ده كان صلاح نصر معروف إنه بيجند الممثلات، وكانت نادية من ضمن اللي صلاح نصر جندهم. لكن هي زهقت من الطريق ده ولقت نفسها مش قادرة تكمل فيه، فراحت لصلاح وقالت له إن عايزة تقف لغاية كده. لكن صلاح طبعا رفض وخلاها في رحلة للبنان، وماتت هناك في حادثة عربية، واتقال إنها حادثة مدبرة بفعل صلاح نصر. يوسف فخر الدين لما عرف كان بيحب نادية جدا، كان بقالهم 5 سنين متجوزين وكانوا عايشين في سعادة. ما قدرش يستحمل، جاله اكتئاب حاد، بعده عن الوسط الفني وبعده عن مريم وبعده عن كل الناس، وقرر إن يهاجر ويسيب مصر وراح على اليونان. اشتغل في اليونان فترة في فندق الميريديان. بعد كده بقى رجل أعمال هناك، واتجوز بنت ست كبيرة في السن يونانية. ده اللي خلى مريم كانت زعلانة جدا، وقالت مرة في حوار ليها إنه متجوز ست قد أمه. مريم بتقول بعد ما استقر في اليونان كانت هي بتروح تزوره، وهو أحيانا كان بيجي لها مصر يزورها، وكان دايما يقول لها إنه مش هيعيش في مصر أبدا بعد الحادثة اللي وقعت بزوجته الأولانية نادية سيف النصر. بتقول مريم إن يوسف رحل فجأة، وإن هي في يوم من الأيام طلبته في التليفون عشان تقول له إن صاحب عمره ناجي رياض اتوفى، فهي لقيته مقريف ما رضيتش تقول له، قالت هقول له بعدين. في اليوم ده كان في ناس عازمينها على سهرة وهي مش عايزة تخرج، فقررت تشيل فيشة التليفون. ويصادف إن التليفون كان عمال يرن طبعا وهي شايلة الفيشة، أتاري إن يوسف توفى في اليوم دون. وزوجته كانت عمالة تطلبها طول الليل عشان تقول لها إن يوسف اتوفى. لكن للأسف مريم كانت شايلة الفيشة وعرفت تاني يوم، وخدت أول طيارة وراحت على اليونان. لكن كانت إجراءات الدفن خلصت وما لحقتش تودع يوسف. وبتقول أنا كنت راكبة التاكسي وشايفة الخشبة بتاعت يوسف ماشية قدامي، فوقفت بالتاكسي وفتحتها وحطيت في قلبيها مصحف وقريت الفاتحة، ورجعت تاني يوم على مصر من غير حتى ما بات في اليونان، لأني ما قدرتش أبات في اليونان وأنا عارفة إن أخويا اتوفى. طبعا طلع إشاعات كتير قوي بتقول إن هو اتدفن في مقابر المسيحيين عشان زوجته كانت مسيحية وما كانتش تعرف إجراءات دفن المسلمين، وشوية مريم تقول لأ أنا رحت ودفنت في مقابر المسلمين. لكن طبعا العلم عند الله، الاتنين توفوا. وتوفى يوسف كان عمره 69 سنة، وده كان سنة 2002. دي كانت نبذة صغيرة عن دون جوان الزمن الجميل يوسف فخر الدين. وأنا أختكم همسة، ودي قناتي، من فضلكم ادعموني عشان القناة تكبر. تنسونيش بقى من اللايك والسبسكرايب. شكرا ليكم.